عارفة يعني ايه لما تمسكي التراب كده تعمليه دهب؟ دي حاجة مش هيفهموها غير ستات البيوت. زي ما انتوا شايفين انا هعمل من ورك الفرخة الجمال اللي انتوا شفتوه كله ده كله في اول الفيديو ورك فرخة فقط. يعني تقدري بحتة فرخة قد كده قد عقلة الصباع تعملي جمال منها ما تتخيلوش. زي ما انتم شايفين كده انا جبت ورك ومرضتش ان انا اخليه علشان ما حدش يقول ان انت زودتي في الفراخ. هبتدي ان انا اخليه بالشكل ده وبخليه قدامكم بكل سهولة. هطلع كل حتة لحمة فيه، كل حتة فرخة فيها اروح مطلعوها. هبتدي كده اروح ايه حطاها على جنب، وهبتدي اروح نازلة بكوباية من الفول الصويا هكون نقعاه جنبي. يعني حوالي سيبته حوالي تلت ساعة كده لحد ما اتنقع كويس، وببتدي ان انا اعصره جامد واروح جايه حطاه مع الفرخ. وكمان هتجيبي بطاطساية عندك وهتبتدي ان انتي تسلقيها وتعمليها بالشكل ده. وتبتدي تحطي المكونات كلها على بعض. هتبتدي تجيبي بصلايه وتعصري منها الميه جامد، وبعد كده بتروحي حطها على المكونات. وهتجيبي بيضايه على معلقه كمون على معلقه كزبره على معلقه فلفل اسود على معلقه بهارات مشكله. وهتجيبي معلقه من الكبيره بابريكا وهتبتدي تجيبي معلقه ملح ممسوحه تروحي نازله بيها، وهتجيبي واحده مرقه ماجي وتروحي نازله بيها. اهم حاجه ما تزوديش الملح علشان تفتكر ان احنا حطينا واحده ماجي. هنبتدي نديهم تقليبه كده، وبعد كده هنروح جايبين الكبه وهناخد حبه حبه في قلب الكبه. لو انت الكبه بتاعتك كبيره انزلي بيهم كلهم، لو مش كبيره صغننه زي اللي عندي انزلي شويه بشويه. هنبتدي ان احنا نطحنهم كويس جدا لحد ما بصي تبقى ناعمه معاكي جدا، ناعمه نهائي، يعني اتفرمت جامد بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. شايفين الفرم الجامد دون النعوميه دي؟ انا عايزه ده. هنبتدي بقى نروح مطلعينهم من الكبه. انا بس عايزه اوريكم النعوميه بتاعتها عامله ازاي واللون بتاعه عامل ازاي. هنبتدي ان احنا نطلعهم في في اي بوله عندك ولا ايه. وهنبتدي ننزل ببقيه الوصفه في الكبه، ماشي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خليكم معايا ماشيين واحده واحده. وعايزه اقولك ان الوصفه دي قسما بالله جميله جدا جدا، وتنفع لللانش بوكس. لو انت بتحتاري ان انت تعملي ايه لاطفالك، هتجيبي ورك فرخه او صدر فرخه كمان. يعني تجيبي اي حاجه منهم الاتنين وتعمليها. للناس اللي بتقول ان انا ما بعرفش ما بعملش ومش عارفه اكل عيالي ولا اي حاجه، يا ست الكل من اقل حاجه عندك، اقل التكاليف هتقدري تعملي كل حاجه. انا بجيب لكم اقل حاجه كده. فرمت كله اللي كان موجود عندي الكميه كلها ونزلت بيها في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتجيبي اي كيس عندك تفتحيه بالمقص وتروحي حطاه نص في تحت ونص فوق. وهنبتدي ان احنا نمشي عليها بس تقطيع كده حاجه بسيطه، ماشي، عشان هي طريه مش هينفع ان هي تتقطع دلوقتي، مش هتبقى مظبوطه. وهنبتدي نروح حاطينها في الفريزر لمده 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق دول هطلعها اعيد عليها التقطيع واروح احطها في الفريزر وهروح مطلعاها اعيد عليها التقطيع واروح حطاها بقى معاكي من 2 ل4 ساعات بتسيبيها. يعني ممكن ان انت تعملي الوصفه دي الصبح وتيجي تقليها او تحمريها بالليل، او ممكن تاني يوم، ماشي. لكن ما تعملهاش في ساعتها علشان خاطر ما تبص منك الوصفه ده الصراحه، عشان ما تبص منك. امشي معايا خطوه خطوه علشان تبقى مظبوطه. هنبتدي ان احنا ايه نمشي عليها بس كده حاجه بسيطه. انا بس بحدد الحاجه اللي انا عايزاها، يعني السمك اللي انا عايزاه. عايزه اعرفك ان انت تحبي تقطعيها اي تقطيع. ممكن تقطعيها صوابع، ممكن تعمليها ايه اللي هي صوابع بطاطس دي، تعمليها اي شكل، تعمليها مثلث. كل الحاجات دي بتفرق جدا جدا مع الاطفال على فكرة، في الشكل وفي الطعم، حاجة كده عظمة. هبتدي بقى ايه اروح واخداها كده من الجنب وهنزل فيها تقطيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا ما شاء الله عملت منها حوالي 25 قطعة. 25 قطعة يبقى عدوهم كمان وانتوا تشوفوا. 25 قطعة من الفرخة. يعني الربع ورك الفرخه ده ما يكملش ربع كيلو اصلا، والله العظيم ما يكمل ربع كيلو، ماشي. وزي ما انتم شايفين دي بعد ما طلعتها بعد كانت 3 ساعات او 4 ساعات طلعتها من الفريزر بالشكل ده. وهبتدي اعيد تاني تقطيعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
ماشي. وعدوا معايا شوفوا كام قطعه وانتوا تعرفوا ان انا ما بكذبش في اي حاجه، وكل حاجه بقت معاكوا اهي. انا ما حطيتش حاجه من ورا الكاميرا ولا اي حاجه من دي. وغير كده كمان انا مقطعه الحتت بسم الله ما شاء الله، يعني قطع حلوه جدا. وعايزه اعرفك هوريكي دلوقتي السمك بتاعها قد ايه، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده جميله. وغير كده كمان الدهانات بتاعتها اللي احنا هنشتغل بيها برضو هتكون عندك في البيت، مش هتضطر ان انت تجيبي اي حاجه. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. بصي القطعه جميله جدا جدا. ولا تقولي لي بقى ايه استريبس الشركات ولا اي حاجه من دي، كل حاجه بامر الله نقدر نعملها في البيت، بس انتي خلي عندك شويه همه ونشاط. هنعمل احلى ستريبس من البيت، كل حاجه تكون موجوده عندك في البيت. هتجيبي بقى اللي هو احنا بنحمر بيه بتاع الكنتاكي، وهننزل عليه بمعلقتين من الكركم علشان يديك اللون اللي انت زي ما انت ما بتشتريه من بره. انت عايزه تعمليه زي بتاع الشركات ركزي معايا. وانزل عليه بذره من الملح، يعني حاجه بسيطه كده من الملح. وارجع تاني واقول لك هتحطي معلقتين كركم، معلقتين صغيرين او معلقه كبيره. وهروح جايبه بيضايه، عايزه اعرفك ان البيضايه دي هتعمل معايا الكميه كلها، يعني ما تزوديش ولا تفتكسي من عندك. وهننزل عليها بمعلقه من الكمون ومع ربع معلقه من الكمون معلش، وربع معلقه من الفلفل الاسود، وربع معلقه من الكزبره. وهنزل عليها بحاجه بسيطه رشه برضو من الملح. وهبتدي ان انا اديها تقليبه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي حاجه كمان هتخلي تضاعف معايا الكميه، هقول لكم ايه هي ايه وتستبدلوها بايه وبراحتكم زي ما انتوا ما عايزين. عايزه اعرفكم ان البيضه عادي ممكن تستبدلوها بشويه ميه او شويه لبن. انا دلوقتي زودت على البيضايه دي حوالي ربع كوبايه ميه. عايزه تستبدليهم بلبن برضو ده يعني ده حاجه حلوه برضو مش وحشه، بيبقى معاكي جميل. بس انا ما كانش عندي لبن، انا بديك اقتراحات. انا ما كانش عندي لبن فحطيت ربع كوبايه من الميه. انت ما عندكيش ولا لا، او ما عندكيش ولا ميه ما عندكيش بيض ولا ايه ولا لبن، ممكن تستعيني بشويه ميه وخلاص. على كده تحط عليهم حاجه بسيطه من الملح وتديهم تقليبه وتبتدي تمشي زي ما انا ماشيه كده بالظبط. لو ما عندكيش بيضه، لكن لو عندك بيضه حطيها. لو ما عندكيش ده ممكن تحطي شويه لبن تعمليهم لو ما عندكيش بيض. هنبتدي بقى ننزل بكل قطعه بالشكل ده، وهروح مطلعاه واحطها ايه على طول في اللي احنا هنحمر بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى ان انا ايه اعفرها كده بايدي وهعملها بايدي. ما تعمليش اي حاجه بالشوكه دوت، اعمليها بايدك هتلاقيها اتظبطت معاكي. انا هقربها من الكاميرا عشان اوريها لكم. شايفين بالشكل ده. وعايزه اوريكي بس لما احمرها انتي هتشوفيها بنفسك الجمال عامل ازاي. بصي الفيديو بيتكلم عن نفسه ماشي. ده ولا افتكست ولا اي حاجه، وكل حاجه موجوده عندك من البيت، كل حاجه عندك في البيت تقدري تعملي بيها. هنبتدي بقى بالشكل ده، بدل ما كنا بننزل واحده واحده هبتدي بقى ان انا انزل 2 ب2 علشان اخلص الكميه بسرعه ماشي. تعالي بقى اوريكي وهو على النار، ولا هيتفك منك ولا هتلاقيها اتهرت منك ولا اي حاجه من دي خالص. كل حاجه متماسكه زي ما انت شايفه. انا كل حاجه قدامكم قدام الكاميرا اهي، يعني ما عملتش اي حاجه ولا جبت اي حاجه ولا زودت اي حاجه. انا عملتهم خلاص الكميه كلها. وزي ما انتم شايفين ده كله قدامكم اهو. انا بقرب لكم الكاميرا بس عشان اوريها لكم، علشان اوريكم الشكل النهائي ماشي. بتبتدي ان انت كده تديله تقليبه كده والتانية علشان يستوي على كل جنب. اديني قربت لكم الكاميرا عشان اوريكم بس عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بقى على القرمشه والطعم، وان هو بصي تمسكي الواحده كده يعني من جوه كده ناعمه، من بره تقدري يعني قرمشه. يعني لو جبتي واحده من اللي بره وجبتي دي قسما بالله هتلاقي اللي انتي عاملاها احلى، هتلاقي اللي انتي عاملاها احلى بكتير. وطبعا ممكن تستغنوا عن كل الحاجات اللي انا حطيتها وتعملوا فراخ بس، لكن انا بوريكم يعني افتكاساتي. انا بدي حاجات انا بفتكسها كده في البيت واقعد افكر لحد ما اطلع لكم بوصفه حلوه واعمل منها كميه هايله. يعني ما اعملش منها حاجه قليله، لا بعمل منها كميه هايله علشان خاطر تكفي.
بسم الله ما شاء الله. ده بعد ما طلع زي ما انتم شايفين انا بصوا مهديالكم خالص الفيديو علشان خاطر اوريكم الستريبس عامل ازاي، اوريكم الشكل. وشايفين انتوا الواحده قد ايه اصلا، شايفين هي في ايدي قد ايه، بسم الله ما شاء الله. بصوا من جوه ناعمه، بصوا حاجه كده كهرمان، والله العظيم حاجه كده كهرمان. وتعالوا بقى اوريكم عملت منها قد ايه. قسما بالله زي ما قلت لكم في نص الفيديو، انا عامله منها 25 قطعه. 25 قطعه من ايه؟ من ورك فرخه، والله العظيم ده كله من ورك فرخه، من ورك فرخه فقط ماشي. وبمكونات بسيطه عملنا ما شاء الله الكميه دي كلها. اهم حاجه لو وصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسوش امانه يعني امانه عليكم بالله تصلوا على النبي في التعليقات. مش هتخسروا حاجه لما تصلوا على النبي في التعليقات وتحطوا لنا لايك وتقولوا رايكم في الوصفه بصراحه، وهتلاقوني اجاوب على كل اسئلتكم. اهم حاجه ما تنسوش تحطوا لنا لايك لايك لايك، واشوفكم في امان الله.